تفتكروا بقى بنجهز النهارده ايه؟ انا قررت اعمل كشري في الحله الواحده. اول مره اعمله في حياتي واول مره اجربه، فانا مش عارفه بقى هل التجربه هتنجح ولا لا. وخدتكم معايا هنا في الجو بتاع الشمس عشان ناخد جرعتنا بتاعه فيتامين د. فيلا بينا بقى نجهز اللوكيشن وبعد كده نشوف هنعمل ايه. يلا بينا. قاهرة المعز، محافظتي الجميلة اللي هتلاقوا فيها دايما الشيء وعكسه، ورغم كده الناس كلها فاهمة ان كلنا جايين من ثقافات مختلفة ولازم نحترم الموضوع ده. مش هتلاقوا ابدا هنا حد بيفرض معتقداته على جاره مثلا، لان كلنا هنا متفقين ان كل واحد ليه عاداته وتقاليده ومعتقداته وبنحترمها. ومش هتلاقوا هنا حد طبيعي ابدا بيحاول يفرض عاداته ومعتقداته على الشخص التاني، عكس بعض الاماكن اللي لما بتروحوها بتحسوا ان مجرد انك كونك مختلف بس عن الناس دي بيحسسوك انك منبوذ. ما عندهمش فكرة او ما عندهمش معتقد انك جاي من ثقافة مختلفة، انك مش موافق على عاداتهم وتقاليدهم علشان انت ليك عادات وتقاليد تانية، والعادات والتقاليد معظمها بتبقى بعيدة تماما عن الدين. فالموضوع ملوش علاقة بالديانات، ليه علاقة ان القاهرة عامة كمحافظة واسعة جدا وكبيرة جدا. الناس حتى اللي مش فاهمين الموضوع ده لما بيجوا هنا بيفهموا ان هم لازم يتقبلوا رأي الآخر، لازم يبقوا فاهمين ومدركين وواعيين ان مش لازم افرض رأيي وافكاري ومعتقداتي على غيري طول ما هو ما بيضرنيش وانا ما بضروش. مش لازم ابدا احاول اغير اللي قدامي وانقله ثقافتي اللي وارد جدا تكون غلط، وارد جدا العادات والتقاليد تكون غلط، طبيعي جدا. القاهرة اللي فيها فرص كتير جدا وناس كتير قوي لما ما بتلاقيش الراحة أو الهدوء أو الخصوصية في الأماكن اللي هم عايشين فيها، أول وجهة بيتوجهوا لها هي القاهرة. غير بقى السياح طبعا لما بيجوا بيبقوا عارفين إن القاهرة هي عاصمة جمهورية مصر العربية. ودلوقتي محتاجين نتعلم أو نعرف شوية معلومات عن القاهرة. أنا سألت ChatGPT، هحط لكم المعلومات اللي هو قالها لي، وعايزة الناس اللي من القاهرة لو ChatGPT بيقول لنا حاجات غلط حاولوا تصلحوا لنا المعلومات دي علشان كل اللي بيتفرجوا على الفيديو سواء من القاهرة أو من أي محافظة تانية يعرفوا أكتر عن عاصمة مصر. يلا بينا بقى نشوف أول معلومة معانا، وهي إن موقعها في شمال مصر على الضفة الشرقية لنهر النيل. المساحة حوالي 3085 متر، عدد سكانها أكتر من 10 ملايين نسمة تقديريا يعني، وتعتبر أكثر محافظات مصر سكانا. التقسيم الإداري، المحافظة متقسمة ل4 مناطق رئيسية. أول منطقة هي القاهرة الشرقية زي مصر الجديدة ومدينة نصر. تاني حاجة القاهرة الغربية زي بولاق ورود الفرج. وتالت حاجة القاهرة الشمالية زي شبرا والشرابية. 4 القاهرة الجنوبية زي السيدة زينب ومصر القديمة. تعالوا نشوف بقى ChatGPT قال لنا ايه عن الطابع العام. محافظة القاهرة تجمع ما بين التاريخ العريق والحياة العصرية، فيها أحياء تاريخية زي الحسين والسيدة زينب والفسطاط، وفيها أحياء راقية زي الزمالك والمعادي ومصر الجديدة. وأهم المعالم السياحية والتاريخية قلعة صلاح الدين الأيوبي، وشارع المعز لدين الله الفاطمي طبعا، المتحف المصري في التحرير ده أكيد، وجامع الأزهر طبعا طبعا طبعا، وخان الخليلي، وكورنيش النيل ما ننساهوش طبعا، وحديقة الأزهر اللي بالمناسبة دي تبقى وجهة سياحية حلوة قوي لأي حد جاي من بره القاهرة يروح يزورها، هتعجبه جدا. تعالوا بقى نروح للأنشطة الثقافية والفنية. فيها دار الأوبرا المصرية طبعا غنية عن التعريف، وفيها مسارح مشهورة زي المسرح القومي، وفيها سينمات ومراكز ثقافية زي ساقية الصاوي. تعالوا بقى نروح للأكلات المشهورة، وطبعا
مصر معروفة بأكلها المميز. تعالوا بقى لأكلات القاهرة. بالرغم من إن القاهرة مش محافظة ولا ريفية ولا ساحلية، بس فيها كل أنواع الأكل. لكن من أشهر الأكلات الشعبية فيها الكشري المصري اللي احنا بنعمله النهاردة، ووصفته هتنزل لكم بالتفصيل، والطعمية والحواوشي والفول المدمس. طبعا انتوا جربتوا كل الأكلات دي، ولو ما جربتوهاش استنوا هنعملها مع بعض في الفيديوهات الجاية علشان ندوقها مع بعض. وبالمناسبة أنا أول مرة أعمل الكشري في الحلة الواحدة، بس خليت ماما تجربه. استنوا في الفيديو اللي هينزل بتاع رأي ماما وشوفوا هل أنا قدرت أعمله بطريقة كويسة وطلع كويس ولا لأ. فلو انتوا تعرفوا معلومات تانية عن القاهرة ياريت تكتبوها لنا. أحب أقول لكم بقى إن القاهرة مش بس عاصمة مصر، لا دي محافظة حلوة قوي قوي قوي. فلو انتوا هتزوروا مصر قريب انصحكم ان تكون من اول الوجهات ليكوا هي القاهرة. هتلاقوا فيها حاجات كتير قوي مميزة، وهتلاقوا فيها ناس مختلفين عن بعض تماما، ولكن كلهم زي ما قلت لكم في اول الفيديو بيحترموا ثقافات بعض جدا، وما عندهمش فكرة ان هم يفرضوا رأيهم او ثقافتهم على حد. لا، هم عندهم وعي وإدراك إن كلنا مختلفين وكلنا لازم نتقبل بعض، عكس بعض الأماكن طبعا وكلنا عارفين. ودي كانت بعض المعلومات، ويا رب تكون المعلومات دي صحيحة. فبصراحة في معلومات أكتر من كده بكتير، فأتمنى سكان القاهرة يكتبوا لنا، كل واحد يكتب لنا تعليق أو يكتب لنا حاجة مميزة عن القاهرة، ويكتب لنا حاجة مميزة عن المكان اللي هو فيه، لأن القاهرة كبيرة جدا. فياريت تكتبوا لنا انتوا من أي منطقة من سكان القاهرة بالظبط، ومنطقتكم بتتميز بإيه، وإيه الأماكن اللي انتوا بتروحوها علشان نعرفها.